السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله الكل بخير. ورجعنا لكم باترون عباية. هاي هون أنا جهزته للباترون، يا ريت تشوف الفيديو للأخير. هاي هون حطيت لكم صورة العباية كيف الشكل يعني. أنا اشتغلت أكثر من موديل لهذا الكول، الكول شال، أو أنا بس عملت الجزء الأمام وعملت توسعة بالعباية. يعني كان الباترون راح تشوفوه بدايته أنا حاطة المقاسات كيف أنا طلعتها هذا الشكل، وفي طرق كثيرة يعني كل واحد له طريقة مختلفة، بس أنا يعني عملت أبسط طريقة يعني مشان ما يكون في صعوبة للمبتدئين. وطول يعني جربتها أكثر من مرة هاي الطريقة، وبتقدروا تعملوا منها عباية، لأن هذا موديل السنة يعني، أو يعني موديل السنة للعبايات. بتقدر تبحثوا يعني وتشوفوا الكل بيعمل منها عباية هاي الموديل. أنا هون عندي المقاس 30 كان. هون راح تشوفوا البداية أنا عملت المرد 4 سنتي. الحين هسه بتشوفوا كيف أنا عملت المرد. البداية الكتف كان عندي 20، بس أنا هون 12 الكتف عندي، حطيت 12 سنتي الكتف يعني. بس أنا هيك راح أعطيكم يعني مقاسات على السريع مشان ما ياخذ وقت معي. هون كان 27 عرض الصدر، 22 طول حفرة الكم، بس أنا التصوير كان كتابتي مش واضحة، برجع بوضح الصورة. 22 حفرة الكم كانت عندي. محيط الصدر كان عندي من بداية الخط 27. من بعدي أنا بعمل توسعة، لأن هو ماسك من العباية، ماسكة من عند الصدر، بس التوسعة بتصير من تحت بداية حفرة الكم راح تكون عندي التوسعة، ومن تحت خليت أنا التوسعة تقريبا للعباية كانت 50 سنتي، أو إذا بدكم 70 سنتي يعني 140، أو 100 للأمام و100 للخلف، يعني بتكون واسعة كثير. هون عندي 40 سنتي طول الكول. معلش عندي إزعاج بالبيت الأولاد. هون 40 سنتي طول الكول من عند الكتف لعند عندي المرد الأمامي 4 سنتي. من بعدها بنرسم شكل الكول مثل ما برسم بالصورة. هنا بنرتفع 8 سنتي للياقة الخلفية. أنا باخذ الياقة الخلفية على الخلف، على مقاس الظهر اللي هو الخلف. كم مثلا عندي 8 بحط 8، 7 بحط 7. بس بعض الأحيان عملت آخر إشي أنا 3 خطوط توسعة، مشان إنه لما نرد الياقة الخلفية، الياقة اللي ارتفعت فيها 8 سنتي تكون مرتاحة، ما تكون مسدودة. وبعض الأحيان بنخليها نفس يعني الشكل، ما منزود عليها. بس أنا دائما بحب التوسعة بالياقة الخلفية. بتشوفوا آخر الفيديو، يا ريت تشوفوا الفيديو الأخير. هون أنا بنزل تقريبا، لأن أنا بسجل الصوت، 21 سنتي، 21 مقاس 12 سنتي، 21 مقاس 12 سنتي. العرض شايفين من فوق 12، العرض الياقة 12 سنتي. المرد هو بكون على مثني يعني للخلف. 21 الطول مثل ما أنا راسمة.
بنزل هاي المسافة بنزلها 3 سنتي. شايفين هنا كم أنا طلعت؟ انتوا شوفوا الفيديو أكثر من مرة حتى يكون واضح. هون الفيديو أنا هون 8 سنتي المسافة كلها، شايفين هذا السهم 8 سنتي. هون أنا نزلت 3 سنتي مسافة حتى أعمل أطلع بس أنزل 3 سنتي بطلع السهم 8، وحتى أرسم المثلث تبع شكل العباية. شايفين يا بنات؟ معلش أنا بقفل كل شوي الصوت لأنه إزعاج. هون أنا المثلث أول إشي نزلت 3 سنتي، بعدين حددت السهم على 8، بعديها برسم المثلث على 6 ب6. يعني شوفوا كيف أنا 6 ب6، وهون يعني كله واضح والتصوير واضح إن شاء الله لكم. وهون بعمل التفاف الكول. هون أنا بعمل توسعة للعباية، يعني اللي ما بده يعمل بكون ماخذ مقاس العباية مع التوسعة والزيادة. أنا خليتها مكسمة من عند الصدر، من عند خط نزول حفرة الكم خليتها، يعني التوسعة بتكون من تحت خط الصدر اللي هو نزلت 22 خط حفرة الكم. الصدر عندي 25، بنخلي زيادة على القماش. هو كان 24 بس أنا زودت شوي لما عملت التوسعة صار 25 خط الصدر. عندي التوسعة بتكون من عند من تحت الصدر، التوسعة بتكون عندي لعند الخط اللي أنا راسمته تبع الخصر. التوسعة بتكون يعني يعني أنا بعد ما حطت التوسعة صار عندي المقاس تقريبا، يعني هذا هو هون البترون راح أخذ مقاس. المقاس طلع عندي يعني 28 ل30. وبس هيك يعني. المهم إنه أنا من خط الصدر ما بدي أوسع، لا بخليه على مقاسه. التوسعة بتكون من بعد خط الصدر اللي هو حفرة الكم، من بعد الخط. هاي هون أنا برد بعمل بالقلم الأحمر أو البرتقالي، هذا اللون أحمر. شايفين مسافة الكول من فوق كم؟ 13 سنتي. هاي هون نعمل التفتيحة مشان التوسعة. بتشوفوا أنا راح أكتم الصوت، وهاي هون الأرقام كلها واضحة لكم. إن شاء الله بنزل أشكال ثانية لعمل الكول.